الاول كنا بنقول امريكا ممكن تضرب ايران. الموضوع ما بقاش احتمال، لا ده حصل فعلا. قصف مباشر قبل ما ابدا تصوير الحلقه بدقايق بقنابل GBU 57 امريكيه بضربات جويه على مفاعلات وسط ايران، واللي وصفها ترامب بانها ضربه ناجحه للقوات الجويه الامريكيه. فوردو وناتانز واصفهان، المواقع الاخطر في الشرق الاوسط اتضربت. التلفزيون الايراني طلع ببيانه بيقول ان تم القاء 30 طن من TNT على منشاه فوردو، ولكن التلفزيون الايراني كمل وقال ان تم نقل كل اليورانيوم المخصب من المنشاه مسبقا ومفيش اي اشاعات محتمله. وكمل ترامب وقال ان عندهم احسن سلاح جو وطيارين في العالم. اللي حصل مش بس تصعيد، دي رساله بل تهديد واضح. ايران اللي كانت بتتحدى الكل من كام يوم اتفاجئت بقنابل خارقه للتحصينات جايه من السماء. طب ليه امريكا قررت انها تتحرك دلوقتي؟ هل ده رد على الهجمات الايرانيه ولا خطه مرسومه بين امريكا واسرائيل لضرب البرنامج النووي الايراني بالكامل؟ والاهم، ايه اللي جاي بعد كده؟ هل ايران هترد ولا العالم داخل فعلا على حرب نوويه على نار هاديه؟ ولا ممكن يكون كل اللي حصل باتفاق بين امريكا وايران والصهاينه بس عشان ينهوا الحرب بشكل يليق بكل الاطراف وحفظ ماء الوجه؟ خليك معايا لاخر الحلقه عشان نفهم كل تفصيله حصلت ونشوف مين اللي بيكسب وازاي الضربه دي قلبت المعادله. انزل اعمل لايك وسبسكرايب وخلينا نبدا. الحكايه ما وقفتش لحد هنا. ايران طورت نوع جديد من الصواريخ اسمه سجيل، وده صاروخ بيتصنع اسرع ودقته اعلى من الصواريخ القديمه اللي كانت بتستخدمها، وبناء عليه اسرائيل مش هتقدر تصد كل هجمات الصواريخ دي، وعلى عكس الدعايه اللي بتروجها انها بتضم اقوى الدفاعات الجويه في العالم زي القبه الحديديه وساد الامريكيه. الا ان ايران كسرت المعادله دي، وامريكا عرفت الخطر ده وبدات تتحرك باكتر من شكل، واخرهم ضرب امريكا للمفاعلات النوويه الايرانيه. لكن كارت النووي لو فعلا اتدمر بالكامل زي ما ترامب قال، فده معناه ان ايران خسرت كل حاجه، وده كان السيناريو الاول. اسرائيل وصلت لطريق مسدود بعد الضربات الايرانيه اللي ورا بعض، وفي 17 يونيو اللي فات نتنياهو قابل ضباط كبار وطلب بشكل رسمي من امريكا عشان يعزز التغطيه الاستخباراتيه بينهم الاثنين. يعني طبعا الهدف مش ارسال قوات، لكن طلبوا اقمار صناعيه اضافيه ومشاركه في التحذير المبكر من الصواريخ الايرانيه. ده كان طلب واضح، اللي هو ساعدونا قبل ما الصواريخ تطير. وهقول لك ليه كمان شويه ان صاروخ سجيل ده لو طار يبقى هيصيب لا محاله، ومفيش دفاع جو هيعترضه. في نفس اليوم البيت الابيض قال انهم بداوا يدرسوا طلب اسرائيل في تزويدهم بمعلومات استخباراتيه عن طريق الاقمار الصناعيه الامريكيه، بحيث ان هم يرصدوا منصات الصواريخ الايرانيه بشكل اسرع. البنتاجون حط في الحسبان انه هيدي الصلاحيات التنظيميه داخل النظام الدفاعي الاسرائيلي، لكن لحد دلوقتي امريكا رفضت تدخل مباشر او حتى نشر قوات كبيره في اسرائيل. في تصريحات رسميه من البيت الابيض مفادها ان محدش بيدخل حرب الا لو الامور كانت بعيده عن القواعد الامريكيه في الخليج، لكن الصفعه الحقيقيه كانت لما اغلب الخبراء الامريكيين صرحوا انهم مهتمين بالحفاظ على التوازن بعكس اي زياده في التوتر. يعني اسرائيل لاقت بعض الدعم اللي يسد بيه خبطات الصواريخ مش اكتر. بس خلينا بقى نروح للسيناريو الثاني لضرب المفاعلات النوويه الايرانيه، واللي ممكن يكون اتفاق بين الثلاث اطراف عشان ينهوا الحرب بشكل يليق بكل الاطراف. طب ليه ينهوا الحرب دلوقتي اصلا؟ هقول لك. المواجهه الايرانيه دلوقتي بتكلف اسرائيل حوالي 725 مليون دولار يوميا في اول 48 ساعه. التقديرات الرسميه بتقول ان الحرب ممكن تكلف اسرائيل 12 مليار دولار في شهر واحد عشان تصد هجمات الصواريخ من ايران. اسرائيل دلوقتي بتصرف عشرات الملايين كل يوم على اعتراض الصواريخ دي. عن كل صاروخ تعترضه اسرائيل بيكلفها ما بين 700 الف و4 مليون دولار حسب نوع النظام الدفاعي. بتستخدم صاروخ اسمه تيمار او تامر سعره تقريبا 40 او 50 الف دولار، بعكس لو اتدخلت انظمه ثانيه اغلى ممكن تكلفهم من مليون ل 4 مليون دولار لكل اعتراض. بجانب ده اسرائيل بتصرف حوالي 10000 دولار لكل ساعه تشغيل لطياره F-35 خلال الغارات، اضافه طبعا لنفقات الخسائر اللي في المباني والبنيه التحتيه عندهم. الاضرار عندهم وصلت لمئات الملايين، زي اغلاق مصافي النفط وكوارث في العقارات، فدي في حد ذاتها مصيبه بالنسبه لهم بتضغط على الميزانيه، والحكومه بتطلب يسرعوا حل لانهاء القتال قبل الاقتصاد ما يقع. في تقرير من واشنطن بوست بيقول ان لو ايران استمرت على نفس وتيره القصف دي لمده 10 او 12 يوم كمان، فاسرائيل مش هتقدر تصد اي صواريخ بعد كده. وده اللي مخلي نتنياهو يزن على ترامب يتدخل باي شكل من الاشكال، واللي اخرها قصف المفاعلات النوويه الايرانيه. في 18 يونيو اللي فات اول ضربه مباشره من ايران وصلت لمعهد وايزنمان النووي الاسرائيلي. الصاروخ اخترق دفاع القبه الحديديه وسقط بالقرب من المباني الحيويه اللي حوالينا، ده غير عمليات البحث والانقاذ اللي كانت في صمت رسمي استمر ل3 ايام قبل الاعتراف. اعلام اسرائيل اضطر يقول ان المنظومات مش متحمله اختراق مفاجئ، والنقطه دي كشفت كتير بالنسبه لايران. بعد الضربه بداوا بسرعه يستوردوا 4 بطاريات باتريوت من الولايات المتحده. قائد مسؤول اسرائيلي عندهم قال بدل ما نقعد نطور ونفكر ازاي نعيد تخطيط الشبكه الدفاعيه بالكامل، فيستوردوا البطاريات دي من امريكا اسهل. ده غير ملفات البحث العلمي اللي اتاثرت وبدات تاجل مشاريع وخساره بيانات مهمه، وعلماء اضطروا ان هم ينقلوا شغلهم لمعامل مؤقته ثانيه. اضافه لكل ده ان مخازن الذخيره قرب منطقه الشمال اتضربت، وده اثر على قدره
قدرة الجيش الصهيوني في الرد. الخسائر اللي بالملايين دي ما كانوش عايزين يتكلموا عنها قدام الشعب الاسرائيلي، لكن كانوا مضطرين ان هم يحكوا عنها، والواقع كان مؤلم اكتر من الدعايه اللي كانوا بيصوروها على انها حصن لا يقهر. وكل ده ممكن يكون سبب في الوصول لحل بين امريكا وايران واسرائيل. وضربة المفاعلات النوويه الايرانيه دي ممكن جدا يكون متفق عليها، اللي هو امريكا قالت اهدى كده انا هضرب ضربه ليكم ما فيهاش اي ضرر بس الحفظ ماء الوجه لاسرائيل، وانها تظهر بدوله السلام اللي منعت حرب عالميه ثالثه، ويظهر ترامب برجل السلام. وبعدين هندخل في مفاوضات وامريكا هتكون الوسيط طبعا، واكيد المفاوضات هتبقى مرضيه للطرفين بعد الضربه الفشنكي دي، لكن افتكر ان ده سيناريو مطروح وانت اللي ليك القرار. وكل ده حصل لما حامله الطائرات نيميتز وصلت الخليج، وبعدها دخلت USS ترومان يوم 21 يونيو اللي فات. كمان وصل فوق 30 طياره دعم جوي، ده غير 16 طياره تزويد وقود في الجو، وكل ده بيرجح ان ممكن معركه جويه تحصل قريب. كل ده كان دعم امريكا قبل ضرب المفاعلات النوويه الايرانيه، والبنتاجون وصف الخطوه دي بانها عباره عن ورقه ضغط بس ضد ايران، مش نيه للقتال الفوري. التجمع العسكري الامريكي ده اخطر حاجه حصلت في المنطقه من شهور، ده غير تطويق امريكا لايران ب5 مدمرات بحريه جنب حملات الطيارات، عشان بس تضمن ان ايران مش هتقرب من مضيق هرمز زي ما هددت قبل كده. على الناحيه الثانيه ايران ردت في بيان رسمي وبتقول ان امريكا لو دخلت باسطولها البحري ده هتتقابل برجوع اكبر يهدد قواعدهم في الخليج. ورئيس الاركان الايراني قال ان الصواريخ جاهزه والاولويه هتبقى لضرب القواعد الامريكيه. وطبعا خامنئي حذر ان اي تدخل امريكا هيخلي الحرب تتوسع وبشكل منهجي غير محسوب. وكل اللي فات ده يعتبر رساله للعالم كله، امريكا بتحاصر وايران بتقول هترد، فسيناريو ان ضربه المفاعلات النوويه الايرانيه دي ممكن يكون متفق عليها فعلا، مش بعيد يعني، لان امريكا مش هتجازف وتضحي بكل قواعدها اللي في الخليج وتتجاهل تهديد ايران. طيب خلينا نرجع للصاروخ سجيل تاني. ايه حكايه الصاروخ ده وازاي عامل رعب للصهاينه؟ في 20 يونيو اللي فات لاول مره ظهر صاروخ اسمه سجيل الايراني الحديث، مداه فوق 2000 كيلومتر، يعني ممكن يوصل في دقائق لديمون النووي. كل ده من ايران مباشر، وبرغم ان الدفاعات الجويه الاسرائيليه ما بتقدرش تصد كل الصواريخ الباليستيه العاديه زي شهاب وقيام، الا ان الصاروخ سجيل هيبقى من المستحيل صده. طب ليه؟ لان الصاروخ ده بيشتغل بتقنيه بوست جلايد اللي بيخلي المسار غير منتظم وبيصعب اعتراضه. باختصار الصاروخ ده بيشتغل بالوقود الصلب مش السائل، والميزه في الوقود الصلب ده انه بيتجهز بسرعه عكس الوقود السائل اللي بياخد من ساعه لساعه ونص في تجهيز الصاروخ. وفي الوقت ده الطيارات الاسرائيليه بتضرب منصات الصواريخ قبل ما يطلع الصاروخ. خبراء اسرائيليين صرحوا ان الصاروخ ده خط احمر لانها بتضرب بالدقه وبوقت قصير جدا، ده خلى المنظومات الدفاعيه في تل ابيب تحسب مرتين، دقه الوقت بيساوي توقيت للمشاكل الاكبر. طب سيبنا بقى من كل اللي فات ده، في 20 يونيو اللي فات من يومين بالظبط هزه ارضيه بقوه 5.1 ريختر ضربت شمال ايران قرب موقع فوردو النووي. الهزه كانت على عمق حوالي 10 كيلو، وكانت قريبه جدا من منشاه فوردو المدفونه تحت الجبل، نتيجه نشاط ضخم تحت الارض زي تجربه قنبله نوويه مثلا. ونتنياهو استغل الهزه الارضيه دي كدليل انه بيحاول بيه يثبت ان فوردو دي خطر وجودي ولازم ننفذ ضربه مباشره تحت الارض عليها. واكد انه حاول يقنع ترامب انه يوافق على قنابل ثقيله من نوع GPU 57 ماسيف لاستهداف منشاه فوردو النوويه. ترامب شخصيه نرجسيه وبيحب قوي اللي يمدحه ويعظمه، وممكن يديله عينيه ويعمله اللي هو عايزه، وده اللي لعب عليه نتنياهو عشان يوقعه ويضرب فوردو بالقنابل اللي قلنا عليها، وفعلا قد كان. وبالمناسبه القنبله دي الصهاينه كانوا بيحاولوا يمتلكوها من اول فتره اوباما لرئاسته لغايه وقتنا ده، وكل مره امريكا بترفض طلبهم عشان خايفين من سوء استخدامهم للقنبله. والملاحظه المهمه في كل ده ان فوردو تعتبر موقع استراتيجي محمي، وده اللي خلى اسرائيل تركز عليه بشكل اكبر. دلوقتي بعد كل اللي حصل ده تفتكر فين رايحه الحرب دي؟ اسرائيل بتضغط على امريكا، وامريكا بتحاصر ايران، وايران بتهدد، والمنطقه كلها فوق صفيح ساخن، ومعهد نووي اتضرب، وصواريخ اتجربت، وحاملات طيارات بتلف حوالين الخليج زي الدوامه، واخرهم قصف مفاعلات ايران النوويه لو ده فعلا ضربه حقيقيه. طب والشعب ما بين الخوف من اللي جاي وبين اخبار كل يوم بتغير قواعد اللعبه، هل ايران فعلا ناويه تكمل ولا بتناور عشان تحافظ على ورقه البرنامج النووي حتى بعد قصف مفاعلاتها؟ وهل اسرائيل هتقدر فعلا تسكت ايران ولا الحرب دي هتخلي الكل يندم؟ لو انت مكان صانع القرار هتكمل في التصعيد ولا هتسحب نفسك بهدوء؟ حابب اسمع منك توقعاتك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. مع السلامه.